اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رياكت. هنعرف مع بعض ازاي نقدر نكريت اول تطبيق لينا برياكت في خطوات بسيطه جدا. اولا هخش على موقع رياكت وهضيف الكام سكريبت دول في الهيدر، وبعدين هخش على موقع اداه بابل وهضيف السكريبت بتاعها برضه، ولكن مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي، ونكتفي باضافه السكريبت بتاعها. وهضيف على السكريبت تاج الاتريبيوت ده، وهضيف اليمنت جديد للصفحه وهديله اي دي وهسميه الروت، وهنرجع له بعدين. وفي جزء السكريبت انا هكتب السطر ده ونشوف هيظهر ايه في البراوزر. هنلاحظ ال HTML اللي كتبناه جوه فانكشن الريندر هو اللي ظهر على الصفحه، وعلشان كده اطلقوا على اي تطبيق بيتعمل برياكت او انجلر او VJS او اي UI فريم ورك ثانيه SPA Single Page Application، يعني تطبيق من صفحه واحده. وده لان هي فعلا صفحه واحده اللي هي ملف index.html واللي بتلاقيه في كل الفريم وركس، وبتغير اللي فيه بالجافا سكريبت. ولكن في اجزاء في الصفحه ما ببقاش عايز اغير اللي فيها بالجافا سكريبت، زي الهيد مثلا بتاع الصفحه تبقى حاجه ثابته معايا على طول في اي ملف HTML. علشان كده لازم احدد للفريم وركس دي المكان اللي هتبدا تغير المحتوى بتاعه بالجافا سكريبت، وهو ده الاليمنت اللي كنا كريتناه وسميناه الروت واللي بضيفه لفانكشن الريندر. وهنا انا بقول لرياكت هو ده المكان اللي هتغيري اللي فيه بالجافا سكريبت. وبكده احنا عملنا اول تطبيق برياكت، واشوفكم في الحلقه اللي جايه من حكايات رياكت.